الله الذي بنعمته تتم الصالحات. الإخوة الكرام الحضور، أحييكم ونرحب بكم في هذه الأمسية التي قصدنا منها في البدء التعارف. أنا لدي ما أفخر به اليوم. هو لدي تاريخ، لدي تجربة امتدت ل6 أشهر في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. حتى نوصل الفكرة أنه لما يكون عندي الأمم بتخطط، لما أضع خطة أضع هدف. هدفي في المدى الاستراتيجي وفي المدى المتوسط في المدى القريب. هدفي أن يكون مليون ناطق باللغة العربية في العاصمة مثلا مقديشو أو في الصومال. هذا هدف. إذا لازم علي الأخذ بالوسائل اللي توصلني إلى تحقيق هذا الهدف. يا سلام. ولهذا قاعدة المولى جل وعلا يدعونا إلى التخطيط، امتثالا لقول المولى جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هي دعوة صريحة لماذا؟ للتخطيط. واللغة الصومالية أيضا نفسها ليست بعيدة عن اللغة العربية، إذ أنه يوجد في اللغة العربية في اللغة الصومالية حروف لا توجد إلا في اللغة العربية، مثل حروف الحلق، العين والغين والحاء والخاء يوجد في اللغة الصومالية، بينما هذه الحروف لا توجد في اللغة الإنجليزية ولا في اللغة الفرنسية ولا في اللغات الأفريقية، إنما توجد فقط في العربية وفي الصومالية. مشروع تراها في كل يوم أو تسمعها في كل يوم مشغول. ما هي مشغول؟ بالصومالية وبالعربية نفس الشيء، فرصة هكذا. يعني كلمات كثيرة، سوق، يعني ليست يعني تلك الكلمات فقط المرتبطة بالدين مثل المسجد والصلاة والعبادات، هذه معروفة. قد يقول قائل أنها يعني بفعل الثقافة الإسلامية وغير ذلك. عبرت ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروب قد قطعت بها أبينا البعد. أنا أصفر، أنتوا أخضر، كمين أزرق. غنوا معي.